أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهارده. معاكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع كتاب المعاصر، متواجدين في بيج 134 صفحة 134 علشان نروح لتدريبات على كلمات الدرس الأول والثاني. وعلى طول السؤال الأول معانا وهو تشوز ذا كوريكت أنسر، اختر الإجابة الصحيحة. to people الناس means يعني to try to make them، تحاول انك تخليهم do something good، يفعلوا شيء بشكل معين، فانت كده بتعمل لهم encourage، بتشجعهم. is a small area، منطقة صغيرة of a town، من المدينة or a village أو القرية that people and people who live in، والناس كمان اللي بتعيش فيها. طبعا ده الحي أو المجاورة بسميها neighborhood، منطقة من المدينة أو منطقة من القرية دي بسميها الحي أو المجاورة. Time is when you are not working، الوقت اللي انت مش بتشتغل فيه ده وقت الفراغ، وبسميه leisure time يعني وقت الترفيه. is a group of questions، مجموعة من الأسئلة that you ask people to find out information about something، بطرح مجموعة من الأسئلة على الناس علشان أوصل لنتيجة معينة، وبالتالي ده اسمه استبيان أو عملية إحصائية بسميها survey يعني عملية إحصائية أو استبيان. to make something such as a letter، إنك تعمل حاجة زي الجواب كده. to a place، لمكان معين، تاخد شيء لمكان معين فأنت بتسلم الشيء ده. طب يسلم يعني إيه؟ deliver. teachers المعلمين should always support يدعم their students. the antonym of the verb support، عكس support ايه؟ هي support معناها encourage، طب هو عايز العكس يبقى discourage يعني يحبط او لا يشجع. the opposite of the word far يعني بعيد، وعكسها near قريب. to make a noun from the word pave، يرصف، فأقول pavement ومعناها رصيف. سارة is interested in، مهتمة بيه modern art، الفن الحديث. the synonym of modern يعني ايه modern معناه new أو recent، ما هو recent برضو معناه حديث، recent معناه حديث. he didn't win the prize so، هو لم يفز بالجائزة لذلك he felt disappointed، كان محبط، felt disappointed. the president الرئيس started بدأ the decent life، قلنا decent life initiative مبادرة حياة كريمة، decent life initiative. there are many local for the elderly لكبار السن and disabled والمعاقين in our country. طيب يبقى local facilities people in، الناس اللي فيه areas works as farmers، بيشتغلوا كفلاحين أو مزارعين، طبعا ده في المناطق الريفية، وريفي يعني rural معناه ريفي. is what you feel، هو شعورك when you don't expect، لا تتوقع something and it seems strange أو unusual، انت مش متوقع حاجة لكن حصلت، بسميها surprised، انت مندهش. is the part that you walk on، المنطقة أو الجزء اللي انت بتمشي عليه walk on in a city next to a road، بجنب الشارع. طبعا ده الرصيف، ورصيف معناها pavement، means تعني looking after people's health، الاعتناء بصحة الناس، طبعا اسمها health care العناية الصحية. to make means تعني to change things in a good way، انك تغير الطريقة اللي بيتعامل بيها الناس مثلا او بيفكر بيها الناس، فبقول make ايه؟ make a difference يحدث تغيير او فارق. to make a noun of the verb deliver يسلم، طب انا عايز اخليها تسليم فبقول delivery اللي هي خدمة التوصيل. we add the prefix، بنضيف البداية to the word courage شجاعة.
to give the opposite of encourage. Encourage, discourage. Encourage, discourage. The antonym عكس of strange غريب. غريب عكسها ايه؟ طبعا normal او usual. If something is to people they can easily use it. سهل ان هم يعملوه او يحصلوا عليه، فبالتالي هو accessible يعني متاح. accessible يعني متاح. To have the same chances نكون عندنا نفس الفرص. فرص متساوية أو متكافئة. هقول equal opportunities. equal opportunities فرص متكافئة. The initiative المبادرة aims to تهدف إلى aims to تهدف إلى improve تحسين the quality of public services تحسين جودة الخدمات العامة. Smoking تدخين has a bad effect on له تأثير ضار على lungs الرئتين. ومن صفحة 143 تعال نشوف يا شباب finish the following dialogue أكمل هذا الحوار. عمر and كريم are talking about working for charities العمل لصالح الجمعيات الخيرية. Hello كريم pleased to meet you سعيد إن أنا شفتك. فقال له pleased to meet you too. وانا ايضا سعيد ان انا شفتك. وكان ممكن يقول له how do you do، وكان ممكن يقول له nice to see you. what do you think of working for charities؟ ايه رأيك في العمل لصالح الجمعيات الخيرية؟ فقال له sounds يبدو great يبدو رائع، او it's a great job انها وظيفة او عمل رائع. do you work for a charity؟ طب انت بتروح تساعد في اي جمعيه؟ فقال له yes I do. فسأله سؤال قال له I helped the elder people انا بساعد كبار السن. يبقى هيقول له ايه؟ what do you do؟ ماذا تفعل؟ فسأله سؤال كمان قال له at the weekend في عطلة الاسبوع. يبقى يقول له when متى do you work there؟ متى تعمل هناك؟ علشان نروح على السؤال الثاني واللي بيقول read and complete with the correct word. My friend and I أنا وصاحبي are looking for some نبحث على بعض العمل التطوعي. فهقول some voluntary work. We wanted to help elderly people عايزين نساعد كبار السن. We are going to ask about community centers, local community centers. Who became old? We read a lot in our spare time في وقت فراغنا. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Good friends الأصدقاء الجيدين usually support دايما بيدعموا you بيدعموك all the time طول الوقت. support here is like زي ايه support؟ طبعا support معناها help and encourage. help and encourage means تعني old or becoming old كبير أو يصبح كبير. فدول elderly people كبار السن. Our services هي الخدمات such as electricity زي الكهرباء والمية that help the members of community. طبعا دي اسمها public services الخدمات العامة. I always disappointed to see a lot of rubbish دايما ببقى محبط علشان الاقي زبالة في الشارع. ده معناه ايه؟ انا frustrated. The antonym of the word close. close معناها قريب وبعد كده العكس بتاعها distant. distant يعني بعيد. To give the opposite of the word abled فأقول disabled. وصولا إلى السؤال الخامس complete with the correct form أكمل بالصيغة الصحيحة. The museum is المتحف is amazing أحذف الإي وأحط ING. We build a new
house next month. يبقى we مضارع مستمر يعبر عن مستقبل، يبقى we are building. tomorrow غدا، morning بكرة الصبح، I work in the garden. يبقى I am working. You can't stay in the room now. Workers are painting. ادي ار واحط لها اي ان جي. I was really surprising، اشيل الاي ان جي واحط اي دي، يبقى هقول surprised. اشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.